لعنة الغابة المسكونة. كان أحمد يعشق المغامرة، لكن الغابة الكثيفة بالقرب من قريته كانت محظورة. كان القرويون يهمسون عن أصوات غريبة وأشكال شبحية تتجول بين الأشجار. ذات مساء دفعه فضوله إلى دخول الغابة حاملا مصباحه اليدوي. كلما تعمق ساد الصمت، لا صوت للرياح ولا حفيف للأوراق. ثم رأى شيئا غريبا، ممر ضيق مغطى بالنباتات، وكأنه يدعوه للمضي قدما. أثناء سيره أصبح الهواء كثيفا بضباب خانق، وانتشرت رائحة كريهة حوله. سمع همسات ناعمة غير مفهومة، لكنها تحيط به من كل مكان. ارتعش ضوء مصباحه. فجأة تحرك شيء بين الأشجار، ظل طويل ونحيل انزلق بطريقة غير طبيعية عبر الطريق أمامه. تجمد أحمد في مكانه. لم يكن لهذا الكيان وجه، فقط فراغ مظلم حيث كان يجب أن تكون ملامحه. ركض أحمد حتى وجد كوخا خشبيا متعفنا مخفيا بين الأشجار. بحثا عن الأمان دفع الباب المتهالك ودخل. في الداخل كان الغبار يغطي الأثاث، وصورا قديمة تتدلى من الجدران، لكن صورة واحدة جعلت دمه يتجمد. كانت صورته، رغم أنه لم يزر هذا المكان من قبل. تعالت الهمسات، والآن باتت واضحة، لا يجب أن تكون هنا. في حالة من الذعر استدار أحمد ليهرب، لكن الباب انغلق بقوة خلفه. أصبح الجو أكثر برودة. على مرآة مغبرة في الغرفة بدأت كلمات تظهر ببطء: إنهم يراقبون. شعر بوجود شيء خلفه. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد، لكنه رأى في انعكاس المرآة مجموعة من الكيانات الظلية تحدق فيه بعيون جوفاء. دفع أحمد الباب بقوة وركض بجنون، متعثرا بين الأغصان التي جرحت ذراعيه. خفتت الهمسات، لكن صوتا أخيرا تردد في أذنيه: لن تتمكن من المغادرة أبدا. وصل إلى مشارف قريته منهكا، متنفسا بصعوبة. استدار ليلقي نظرة أخيرة على الغابة. توقف قلبه عن الخفقان. هناك عند حافة الأشجار كان يقف انعكاسه، ينظر إليه بعينين فارغتين.